تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. زي ما توقعنا باسم مرسي ما جددش، والشكل العام بيقول انه مش هيجدد، وانا متضامن مع كل كلمة قالها عنه رئيس النادي. الزمالك هو اللي عمل اسم باسم مرسي وشهره، الزمالك هو اللي وصلك انك تكون مهاجم مصر الاول وتقول ان مكانك في المنتخب مفيش حد يملاه. الزمالك بعد ربنا ليه كل الفضل عليك، ومن غير الزمالك كان زمانك لسه بتحارب عشان تلعب لنادي في الدوري الممتاز، او بالكتير لاعب في بتروجيت او انبي وما شفتش فانيلة المنتخب شكلها ايه. كل ما اشوف باسم اشوف قدامي تاتو عمرو زكي، حاسس ان النهاية هتكون واحدة، ومحدش يقول لي عمرو عمل وسوى للزمالك ودخل النادي فلوس. عمرو زكي يا سادة مضى للأهلي باعترافه هو وحسام البدري، وبعدين رجع في كلامه لما حس انه مش هيكون المهاجم الأول في الأهلي. كله زي بعضه، الفلاح اللي سرقته أضواء المدينة. بتمنى من كل قلبي ان باسم يمشي، ويا ريت لو يروح الأهلي عشان يعرف الفرق بين أساسي الزمالك ودكة الأهلي. الزمالك صانع النجوم والأسماء، الزمالك باقي والكل زايل. زي ما توقعت أو اتمنيت، الزمالك بيتجه بنظره إلى المهاجمين الأفارقة المجربين في شمال أفريقيا، عشان نختصر على نفسنا إننا نشتري لاعب من مجاهل أفريقيا وينفع يا ما ينفعش، أو نشتري أفريقي من أوروبا ويكون خلص كورة ونلبس في مايوكا تاني. بس عشان إحنا الزمالك نقوم نسيب كل الأفارقة اللي في تونس والجزائر والمغرب وليبيا بالمرة ونروح نشوف ويليام جيبور اللي ماضي مع نادي برتغالي ومعار للوداد المغربي، والنادي المغربي عايز يخلص بيع نهائي، والنادي البرتغالي لما إن شاء الله هيلاقي الزمالك والوداد عايزين اللاعب هيفتح المزاد وكوع يا معلم. يعني هي المغرب فضيت خلاص، لازم ندور على الصعب ونلعب عليه. طب هو كان هيحصل حاجة لو كلمنا الوداد نفسه برضه على شيكاتارا، الواد النيجيري اللي كان قدام الزمالك وميدو باشا الله يكرمه ويديله الصحة والعقل، قال ان مايوكا احسن منه ولبسنا فيه، ممكن نخلص فيه وبدون اي مجهود. وبلاش نعيد تجربة جونيور اجاي اللي كان الزمالك بيفاوضه من كام سنة وفجأة بقى لعيب في الاهلي. لا ومش لعيب في الاهلي وبس، ده بيجيب فينا جوال. يا رب الهي يا رب نتعلم من دروس اللي فاتت. خبرين حلوين، معروف يوسف اخيرا هيجدد ومستمر في الزمالك على الاقل 3 مواسم، والخبر الثاني الزمالك هيستعيد خالد قمر. معروف لما شاف ان عرض الوحدة السعودي بلح وعرض النادي الاماراتي بلحين قال لك الم نفسي واكمل في الزمالك. يعني معروف مش هيجدد حبا في الزمالك، لا، معروف هيجدد مزنوق ومش لاقي احسن من الزمالك، وده ما يزعلش. معروف لعيب محترف، لا هو ابن النادي ولا ابن عمي حتى. في النهاية معروف بيخلص عقده مع الزمالك بدون مشكلة واحدة، يعني لعيب محترم. خالد قمر اضافة قوية، خالد قمر في اقوى فورمة ممكنة ليه من ايام ما كان في اتحاد الشرطة. اضف على كده انه اخذ مع الزمالك خبرات افريقيا من ايام الكونفدرالية. قمر خبير في الدوري المصري ولعب افريقيا قبل كده، وده اللي بيتقل كفته جدا. واعتقد في غياب باسم مرسي ان شاء الله هيكون هو الاساسي في الزمالك. بالتوفيق للزمالك ولكل ما هو زملكاوي. الاسبوع بصفة عامة كان هادي، وعليه هتكون دي نهاية الحلقة. اقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، لكن قبل ما اختم
وبرغم خلافاتنا الكبيرة حوالين اختيارات المنتخب، اللي اننا لازم نتمنى من كل قلوبنا التوفيق لمنتخب مصر في الجابون. ان شاء الله اي 11 راجل لابس تيشيرت منتخب مصر يشرفنا ويرفع رايتنا، بس في النهاية احنا اصحاب المقام الرفيع في البطولة دي. هدفنا الاهم هو الوصول لكأس العالم. لو لا قدر الله حصل اي كبوة في بطولة افريقيا بلاش نهد المعبد على دماغنا. لو خسرنا البطولة وصعدنا لكأس عالم لثالث مرة في تاريخنا هيكون انجاز يسعدنا اكتر من الفوز بالبطولة لثامن مرة والخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كل التوفيق لمنتخب مصر، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير. الحلقة اللي فاتت انتوا كسفتوني وعملتوا 12 مشاهدة بس، عايزين بقى نشوف لايكات ومشاهدات. خليكوا حلوين، خليكوا حلوين.